النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يؤتى بالرجل، يعني الرجل يعني أو المرأة إنما، فيوضع له المنزلة في الجنة، يوضع له المنزلة في الجنة، فيقول يا ربي عملي لا يوصلني إلى هذا، فيقول الله له بلغتها باستغفار ولدك الصالح لك. ولدك يعني ابنك وبنتك، ولا هو بس ابنك، قد يكون استغفر لك عيالك أحفادك. فهمت؟ بلغتها باستغفار ولدك الصالح لك. يا إخواني في بعض الناس الآن يستغفرون لوالديهم، يخصون لهم جزء من الاستغفار في الليل وفي النهار ومع الأوراد وفي السجود. لماذا؟ لأنهم يقولون هذه صدقات نوصلها إلى أهلنا. كل واحد يا إخواني من الناس الآن عنده حسابين، حساب في بنوك الدنيا وحساب في بنوك الآخرة، رب العالمين بنوك الآخرة. أي شيء ترسله البنك ربي يسجل، أي شيء يسجل. ولذلك يا أخي سجل في حساب أبوك، في حساب أمك، في حساب خالك، في حساب خالك. أعجبني يوم من الأيام واحدة من الإخوان يقول يا أخي أنا عندي خالات بدو مات ذيك الحين في البادية، ذيك الحين الولادة موت، يعني ما احتاجت قيصرية ماتت، ما عندهم قيصرية. يقول والله يا أخي مات بولادة وأمي يعني مهتمة فيهن وحججت عنهن، وأنا كل ما ذكرت يعني حالتهم كذا يقول والله أني ما عندي إلا أستغفر لهن الآن وأستغفر لهم بأسمائنا. اللهم اغفر لخالتي منيرة، اللهم اغفر لخالتي نورة، اللهم اغفر لخالتي هيا، اللهم اغفر لها خالتنا إن شاء الله. يقول أنا أبدا أستغفر لهن وأعلم أن استغفاري سيصل إلى الله، والله تعالى بيضع في حسابهن. رب العالمين يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. بارك